السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل أحلى فلافل. معايا كده ربع كيلو من الفول المدشوش، حطيته في مية سخنة لمدة 3 4 ساعات وصفيته كويس. معايا حزمة من الكرات ونص حزمة من الكزبرة، ومعايا بصلاية واربع فصوص من توم وملح وكزبرة حصى. هضرب بقى التوم والبصل كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحط الخضرة. هتفرمها برضو فرم جامد طبعا عشان احنا حاطين الفول بتاعنا كده في ميه بقى طري جدا. هو لو لقيتوا العجينه خشنه معاكم ممكن تحطوا معلقتين ميه زي ما انتوا هتشوفوا كده. هنفرم بقى كل الكميه، واخر حاجه خالص هحط الكزبره الحصى والملح زي ما انتم شايفين كده. سهله وبسيطه. وطبعا الفلافل بقت غاليه جدا بره يا جماعه، ليه نعملوها من بره؟ احنا نعملوها في البيت. ومعايا بقى المضرب اليدوي كده، افضل اضرب 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 كده لحد ما اخليه زي بقى الفوم كده، عشان يبقى كل الفلافلايه فيها هوا كده من جوه، تبقى هشه وتحفه يا جماعه. اهو قابل لي ايدي بقى ميه كده، واخد كده حته العجينه. عايزين بقى تعملوها ساده على طول تقلوها براحتكم. انا بقى حطيت عليها بسطرمه زي ما انتم شايفين كده، حشيتها بسطرمه. وهحط عليها شويه سمسم وانزل عليها بالزيت. الزيت يكون يعني النار بتاعته هاديه. وهعمل واحده تانية فيها الجبنه مثلث. وممكن تعملوها ساده، ممكن تحطوها بقى شويه يعني فلفل احمر كده براحتكم خالص. شكلوا بقى زي ما انتوا عايزين في البيت والسمسم كده. واول ما احطها كده هعلي عليها النار. بصوا الجمال، تحفه. هنا بقى كان النور اتقطع عشان كده تحسوا ان الفلافل غامقه شويه، بس بجد تحفه يا جماعه وخطيره، وريحتها كانت قلب البيت. يا رب الوصفه تعجبكم.